السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دنيا باطمة عندها علاقة مع هشام الملولي بعد خروجه من السجن. كيتردد على الكازينو اللي كتغني فيه دنيا باطمة في الليل، وهادشي اللي خلق لها مشاكل عدة، منها الأم ديالها اللي مرضات ومشات في حالة خطيرة المستشفى. الله يحسن العوان. دنيا باطمة بإطلالة جريئة بعد طلاقها وعلاقتها مع المدعو الملولي اللي قالت كتبغيه. محمد ترك بعد ما سمع الأخبار ديال دنيا باطمة هي والملولي، ناض باع السيارة ديالها اللي في البحرين وكيخسر فلوسها للأم ديالو. قال لك اما في الام ديالي ولا عليك نتيا اللي طلعتك ولقيتك انك ما كتسويش، وقبيبو قلبها صبات كما كيقولوا مع ابتسام ودنيا باطمة لانهم ما يشرفوش انه يعيش مع جوج اخواتات بحال بحال. لان دنيا خلقت بزاف تاع المشاكل بعد ما شافوها في الكازينو هي والملولي كيشطحوا مع بعضياتهم، وهو خرج في تصريح انا ما ماشي كنجيب داكشي من راسي، ولكن سطوريات كنشوفهم وكنعطيكم خلاصه ديالهم. هادشي ما كاين حبيباتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صدمه كانت قويه للجمهور والمحبين دنيا باطمة بعد ما شافوها بكل جرأة مع هشام الملولي في كازينوات في حالة مش طبيعية. والزوج ديالها محمد ترك بعد ما شاف الفيديوهات وشاف التصاور وداكشي قال لها بناتي انجي نديهم يعيشوا معايا في البحرين، ما نقدرش نخليهم يعيشوا مع شخص بحال الملولي لانه عنده سوابق. وصدم انها كانت معاه قبل ما تطلق، وهو سبب الطلاق ديالها من الزوج ديالها لانها كانت كتبغيه ومبقاش بغات الزوج ديالها محمد ترك. كاين فيديوهات كاين تصاور انا ما نقدرش نحطهم في القناه عندي لانهم شويه ماشي محترمين كما شفتم انا او شافوهم وحدين اخرين محطين في بزاف. ودنيا باطمة هي وياه في ستوريات في كازينوات. المهم المشاكل غاديه وكتكثر بينها وبين الطليق ديالها على قبل البنات، وهي كتقول لي ما تاخذش بناتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد ترك جبد دواصل القدام ديال ابتسام باطمة والام ديالها بسبب علاقه دنيا باطمة مع الملولي. قال لهم نتوما ناس ما كتسواوش وما كتحشموش وانا ناخذ بناتي من عندكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد ترك فاش عرف علاقة دنيا باطمة مع الملولي باع الطوموبيل ديالها في البحرين انتقاما لها، لأنها هي اللي بدات الخيانة على قوله ماشي هو. عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ضجة الملولي مع دنيا باطمة والفيديو اللي سرب ليها معها، دنيا باطمة ما عجبهاش الحال وقالت لي كنا متفقين بان علاقتنا تبقى في السر حتى نقاد اموراتي مع الطليق ديالي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسبب علاقه دنيا باطمة بهشام الملولي، الام ديال دنيا باطمة نقلوها المستشفى في حاله حرجه، مرضاش بداكشي اللي دارت بنتها وما تقبلت انها تكون عندها علاقه بدون زوج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدمة كبيرة للجمهور دنيا باطمة بحيحة وهي والملولي، وكيقولوا الناس انها على علاقة معه قبل ما تطلق من راجلها محمد ترك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دنيا باطمة ترد على زوجها بعد ما وصفها بالواطية وهي تقول له انت كلب وتجري ورايا، وقالت لي هنوريك هاد الكلمة اللي كلمة الواطية فين تردك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دنيا باطمة تخضع لأصعب عملية تجميل والنتيجة كانت صادمة جدا. هي صدمت في نفسها، تشوه كبير في الوجه ديالها والطبيب كيقول مستحيل ترجع. هادشي قريتو غير في ستوريات وقلتو لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الستوريات كلهم كيهضروا تبارك الله ما شاء الله على دنيا باطمة. قال تكون حضرت المهرجان ديال السينما كون شرفات الدولة المغربية بالقفطان اللي هي ديما كتحمر لنا الوجه به.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نهار دنيا باطمة. كل شيء في ستوريات حاطين دنيا باطمة كتشرف القفطان المغربي. وجه مشرف للقفطان المغربي. كون مشات المهرجان الدولي للسينما في مراكش، كون شرفت بالقفطان، كون جات بالفخامة ديالها كيف ممالفة واللباس الفاخر ديالها، ماشي بحال شي ممثلات وما شاء الله شي لباس لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بغا يقلدوا فيها المصريات في المهرجان ديالهم، مهرجان الشوهة كما كيقولوا ليه. دنيا باطمة ديما كتلبس قفاطن وديما وجه مشرف باللباس ديالها، وهي ديما في اللباس يعني بدون تفاخر هي الاولى في المغربيات في اللبس بعد لطيفة رأفت طبعا. نتمنوا ليها مسيرة يا ربي موفقة اللي تكمل فيها ان شاء الله والله يحفظها لبنياتها. هادشي ما نقول لكم. لان المهرجان بصراحه هذا العام دون المستوى. كاين اللي لابسين تبارك الله لانه مهرجان مغربي خاصهم يلبسوا قفاطن مغربيين باش يبانوا في احلى صوره لهم، اما هما جايين لابسين شي لباس لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسلسل مطول بين دنيا باطمة والزوج ديالها بعد ما شرا لمرته الأولى الفيلا. دنيا باطمة كتقول ليه فلوسي باش شريتي لها الفيلا، وكيقول لها نفضح اش كنتي كديري بحمزة موبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد طوق كيف في دنيا شرا فيلا لمرته الأولى منى صابر بعد ما ردها. دنيا باطمة كترد عليه كتقولي بفلوسي باش شريتي لها الفيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصالة نصري عملت عملية تجميل للوجه واضحة جدا. صغارت بزاف يعني السن ديالها ولات كتبان في سن بداية الثلاثينات. إلا حطيتي حدا بنتها كتبان هي صغر من بنتها شام. بزاف تاع سطوريات قريت بأن أنها ولات كتشبه لدنيا باطمة في آخر عملية دارت أصالة. واش هاد كلام البنات صح او ماشي صح نتوما اللي تحكموا. انا جاتني ولات كتشبه لها فعلا لان هاد عمليه التجميل ولاو كيديروها بزاف. ودارتها جوال قالت لهم الاسم ديالها مي انا مابقيتش متذكرها مزيان. انهم كينقصوا من الجلد ديال الوجه كله، كينقصوا منه بحال اللي كيجبدوا بقشره. هي عمليه خطيره ولكن كتنقص في الوزن في العمر ديالك تقريبا شي 20 سنة او اكثر. عاوتاني كيقولوا انها بعد الزواج ديالها من الرجل الاخير اللي تزوجته حاليا وهو صغير خدات الشباب ديالو كل واحد واش كيقول، وهي فعلا ولا شبه قريب منها من دنيا باطمة. هاد عملية تجميل بزاف ولاو كيديروها. المهم الله يصاوب الجميع وصافي. لا عجبكم الفيديو ما تبخلوش ليا بالاشتراك واللايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالة ترك ما بغاتش تشوف الاب ديالها وما بغاتش تهضر معاه وقالت فيه كلام صادم جدا لانه بغى غير يستغلها ويستغل الفلوس ديالها كما كانت كيدير قبل ما يتزوج بدنيا باطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاد وصال عشيقة محمد ترك ما بغاتش تعطي لدنيا باطمة بالتقار. قالت لها انت كلك مركبه وانت كلك عمليه تجميل، داكشي علاش محمد ترك خانك معايا لانك ما زويناش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبيبو قلبها صباط مع دنيا باطمه بعد ما عرف انها مع علاقه مع هشام الملولي. قال لها ما كيشرفنيش انني نخدم معك او تكوني من عائله مرتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابتسام باطمه دارت عمليه تجميل باش تولي كتشبه لخوتها دنيا باطمة وحيدت الوشام من رجلها لانه كان كاتب فيه الاسم تاع مرته الاولى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد ترك زوج دنيا باطمة باع السياره ديالها اللي كانت في البحرين بسبب علاقتها بالملولي وكيحتفل بفلوس هو الام ديالو باعها لان دنيا بغات تزوج بالملولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر إطلالة لدنيا باطمة إطلالة جريئة جدا كما وصفوها محبوها اللي حطات في ستوريات الأخيرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبيبو خرج على السيطرة من نهار يطلق تونسية، وهو كيقول انه عمره ما طفرو من غير معاها هي، وانه بغى يرجع ليها ولا كيحط ستوريات ديالها هو والولد ديالو سلطان، وكيتمنى